لو تلاجتك بتتكلم تفتكري هتقولك ايه؟ رسالة من تلاجتك اللي طالع عينيها معاكي. أنا مش مخزن، أنا ليا دور محدد، هو أنا أحافظ على الأكل بتاعك لأطول فترة ممكنة، بس أكيد مش هعرف أحافظ عليه بالطريقة دي أبدا. لازم يكون جوه علب محكمة الغلق، وبرضه مش معناه إن هقعد سنة محافظة على الأكل، أنا ليا طاقة احتمال برضه. أنا مش هقدر أحافظ لك على أي حاجة في علب صفيح، كمان هي أصلا مش صحية، لازم تفضيها في علبة وتكون خامتها كويسة، ويفضل تستخدميها في خلال أسبوع كمان. وعشان ما تنسيهاش انصحك تحطيها في الباب بتاعي. الاهتمام ما بيطلبش، بس انا محتاج انك تهتمي بيا وتعملي لي جرد وفرز كل اسبوع. ما ينفعش ابدا تحطي الملوخيه فيا كده. ولاي سوائل عامه استخدمي العلب الطويله دي، مش هتاخد مكان كبير مني، فبالتالي هقدر ان انا اخزن حاجات اكتر. انت بتصعبيها عليا وعليكي لما بترمي كده كل حاجه فيا من غير ما تركزي. الحاجات بتتوه وانا بفضل مش نظيفه، وطبيعي كفاءتي هتقل. شفتي وصلت بينا لفين؟ ايه رايك لو جمعت الحاجات الصغيره دي في بوكس صغير ويكون محطوط بشكل منظم؟ انت هتعرفي تلاقي اللي انت عايزاه، وانا كمان هستريح. ممكن تستخدمي كمان المنظم ده، هيساعدك جدا انك تلاقي اي برطمان بتدوري عليه. حطي الجبن كلها في مكان واحد عشان بيطلع روحي على ما بتلاقي الجبنه الكيري. لما تحطي اي حاجه جديده حطيها ورا، وخدي الحاجات القديمه هي لقدام عشان تفتكري تستخدميها بسرعه. لو اديتيني حب واهتمام هتلاقي مني احلى خدمه. ودي رساله باسم كل التلاجات في العالم.